في 2004 واحد من أقاربي أخذني المسجد، قال لي يا علي حتوقف هنا، حتشحت معك تقريرك الطبي، وأي مبلغ حيطلع حنقسمه بالنص. في 2008 كنت أصغر مدير تحرير لأهم برنامج يومي في المملكة العربية السعودية. في 2005 بكيت لأن الدكتور اللي سوالي عملية في عيني كتب لي دواء ما كنت قادر أشتريه. في 2011 أمتلك بيت في جدة وأرض في صنعاء وببني الثالث في صعدة. في 2005 أيضا كان أصحابي يتحاشوا يمشوا معي، ما كان أحد يتشرف إنه يمشي معي. في 31/12/2012 أنا متحدث في تلك صنعاء. نرجع شوية وراء. في 15/8/85 ولدت في هذه المنطقة في صعدة مران، قرية ريفية أبسط مقومات الحياة لا توجد فيها، موية، كهرباء، أي خدمات ثانية ما في شيء. المدرسة كنا ندرس تحت الشجر من صف أول لصف سادس، وأنا كنت أعتقد أن العالم فقط 3 كيلو في 3 كيلو، أي شيء أكثر من كذا ما في. كنت الأول في النصف الأول في العام الدراسي في صف سادس. كانت الجائزة رحلة لكن لصعدة مركز المحافظة. أول مرة في حياتي أشوف زفلت. واو زفلت. شهرين بعد ما روحت من صعدة وأنا قاعد أحكي لأهلي والله في زفلت، خط أسود تمشي عليه السيارات. أول مرة في حياتي أشوف تليفون. كان حلمي أقول ألو، والله ما وصلت صف سادس ما قلت ألو. رجعت البلاد وأنا حلمي أنه أنا أتغير. كيف يمكن أن أنا أغير واقعي؟ كيف يمكن أن أنا أخرج من هذا العالم وأنه العالم أكثر من 3 كيلو؟ كيف أنه أقدر أقنع أهلي أنه العالم أكثر من 3 كيلو؟ ما كنت عارف. طبعا في صعدة أول ما وصلت لازم أتصور، وصورة ثانية كمان. في 25/6/2000 في ثالث إعدادي تاسع في الليل، واحد من أصحابي عنده سلاح آلي كلاشينكوف قرح. رصاص دخلت من هنا خرجت من العين وسعفت المستشفى. طبعا بعد الرصاصة قمت مشيت، ما كنت حاسب انه في حاجة، حاسس انه في شيء نقص بس ايش هو ما ادري. وصلت المستشفى، عفوا هو مركز صحي عشان ما نبالغ، فقال لي الدكتور علي ميت، لازم اقرب مستشفى تلحقوه عشان حالته خطيرة واحتمال يكون عنده نزيف داخلي. وصلت المستشفى اللي يسعفوني عليه على المستشفى السعودي بحجة. طبيبة العيون قالت لي ما يمكن نعمل لك أي حاجة، لازم تطلع صنعاء تتعالج. أنا فقير ما عندي فلوس أطلع صنعاء، ما أقدر. رحنا للطبيب الجراح، قال أنا ممكن أعملها بس أي عواقب ثانية ما أتحملها في الشكل. قال أما النزيف الداخلي ما عندك. فكانت بهذا الشكل، أقفلت العين. جلست في المستشفى يوم واحد، خرجت ثاني يوم لقيت ابن عمي مستنيني عند الباب بلقب جديد. كيف انت يا عور؟ عين واحدة أعور؟ لا بس صاروا يدلعوني شوي، صاروا يسمون الفريد، بعين واحدة يجملوها شوية. كل من رحت له الأعور جاء، الأعور راح، الأعور وين؟ الأعور مدري فين. طول هذا الفترة وأنا بعاني من هذا الشيء، لكن حاولت من ثاني يوم في المستشفى أنه أنا أعوض شيء فقدته. كان حلمي قبل ما أصاب أنه أنا أصبح طبيب، لكن ما قدرت، لأنه كل من رحت له قلت معهد صحي ممرض، قالوا بعين واحدة ما تنفع. رحت أنا على المستشفى وقعدت أتعالج فيه، تعلمت لغة إنجليزية، عرفت أنه في شيء اسمه إنترنت، صرت أدخل إنترنت. أول كلمة إنجليزية تعلمتها كانت no problem. دوخت واو نو بروبلم، صرت أحفظها.
كلمة ورا كلمة، حتى أنا وصلت أقول للممرضة عندكم شقة الإيجار بالإنجليزي؟ ما كنت عارف، أمشي أتعلم كيف. كل الآمال والتطلعات اللي كانت في مخيلتي ما أقدر أحققها إلا بعين صناعية. انتقلت للسعودية. في السعودية في شخص الله يذكره بالخير من مسرح تيك صنعاء، أشكره وأوجه له ألف تحية، ومهما عملت ما راحوا في حقه. عمي صالح عبد الله المراني وعمي الثاني أحمد عبد الله المراني، هذول الناس سكنوني عندهم في بيتهم 3 سنوات من 2002 إلى 2005. لكن أصعب سنوات مرت علي 3 سنوات وأنت ما أنت قادر تتعامل كشخص كإنسان طبيعي، لأنك أنت ناقص عين واحدة، ثياب الله بالخير، ولا أي شيء ثاني. أصحابي كلهم يروحوا البحر بس ما يأخذوني معهم، لأن ثيابي ما هي نظيفة، لأن بعين واحدة أفشلهم. أصحابي كانوا يروحوا يتمشوا في الحديقة بس ما يأخذوني معهم. جلست بهذا الشعور سنوات طويلة إلين 2005 وأنا أعاني. كل شخص يتعامل معي على أساس أنه ناقص. إيش أسوي؟ قدر ونصيب. في 2005 طبعا عن طريق الانترنت، وأكرر عن طريق الانترنت، وأشكر الأخ أحمد المسعودي وكل الشباب اللي تكلموا عن الانترنت. الانترنت في الفعل هو عرابي الحقيقي. تعرفت على شباب صاروا يتعاملوا مع علي المراني كفكر. والله علي المراني أفكاره حلوة، والله علي المراني يكتب كويس. ما في حد يقول لي والله ما حيعرف شكلي. كانت منتديات قبل الفيسبوك. ففي هذه الدورة دخلت، وكان المدرب يقول تخيل نفسك سنة وأنت بنفس المشاعر السلبية اللي مقيدتك، بنفس الأفكار اللي تحملها. كيف راح تكون علاقتك بنفسك، بربك، بأهلك؟ وضعك المالي كيف يكون؟ كل كلمة كان يقولها كانوا بيطعني بالسكين، لأنه أنا أعاني. أسوأ 3 سنوات مرت علي كانت هذه 3 سنوات. قمت وقلت للدكتور رشاد فقيهة: دكتور، أنا كنت أقول لما ندخل هذه الدورة ما راح أستفيد، لكن أعدك من هذه اللحظة إنه أنا بدل ما كنت أقول إنه أنا بعين واحدة ما راح أقدر أسوي شيء، ما راح أقدر أشتغل، ما في واحدة حتقبل بزوج، راح أبحث عن عمل وراح أكون عضو فاعل في المجتمع. ثاني يوم رحت قلت لعمي: عم صالح أنا أبغى أشتغل. طبعا ما اشتغلت عم نواف، قلت لعمي أبغى أشتغل. قال لي: يا ولدي أنت جاي السعودية للعلاج وما ينفع تشتغل. قلت له: والله لازم أشتغل، ما أقدر أتحمل أكثر من كذا. قال لي: خلاص في مكتب تعال اشتغل فيه. اشتغلت في المكتب، كان المفروض أنه أنا محاسب، لكن كنت أسوي قهوة وشاي وأنظف حمامات. من 2005 بعد هذا العمل، بعد 15 يوم بعد ما كنت أتواصل مع الصحف واكتب لهم وأراسلهم، نزل لي أول مقال بعد 15 يوم من هذه الدورة، كان عنوانه أطباؤنا ما حوجنا لهذا القسم. كان بيتكلم عن الأخطاء الطبية. من 2006 إلى 2008 كنت 18 ساعة بشتغل. اشتغلت بعد ما خرجت من المكتب هذا، لقيت نفسي إنه أنا ما حقدر أكمل بهذا المجال. خرجت من المكتب هذا، رحت على شركة كمبيوتر 7 أشهر بدون مقابل، بس لأنه بيوفر الإنترنت. فالإنترنت مقابل العمل والنوم كمان. كنت أنام في المكتب، ما عندي مكان أنام فيه. دخلت أعمال تطوعية، شاركت مع عدد من الأندية، اشتغلت في صحيفة المدينة. رحت للدكتور عبد العزيز قاسم الله يذكره بالخير في هذا المكتب بالضبط. دخلت عليه بعد صلاة الظهر، قال لي، شاف المقالات اللي كنت أكتبها والأخبار، قال لي كلمة، قال لي: حياك الله زميل بيننا، حياك الله زميل بيننا. واحد أمس على باب مسجد يشحت واليوم تقول له زميل وأنت لك 20 سنة في الصحافة. واحد أصحابه ما يرضوا يمشوا معاه واليوم تقول له وأنت أكبر، تقول له حياك الله زميل بيننا. لا، ويعرفني على بقية مدراء التحرير، وكل واحد يقول حياك الله زميل بيننا وإحنا شايفين أعمالك ومفخورين بيك ومبسوطين. يا أستاذ منير، كان حلمي أروح البحر، كان حلمي إنه أنا أتمشى مع أصحابي وأعيش حياة طبيعية. كان حلمي إنه أنا أروح أخطب واحدة ما تقول لي أنت بعين واحدة ما نزوجك.
اشتغلت في جريدة المدينة وكنت فيها إلين 2008 محرر مسؤول. واحد ضحك علي قال لي أنت صوتك حلو ينفع في الإذاعة. طيب في إذاعة جدة كنت ضيف على التليفون، تكلمت، أسمع المخرج يقول لي علي المراني تشتغل معنا من الأسبوع الجاي؟ اشتغل معكم من الأسبوع الجاي. اشتغلت، كان بدأت مراسل لأن أصبح عندي برنامج الخاص في الإذاعة. كان عندي حلم مجنون شوية في نفس الوقت صعب. كنت أتمنى أطلع في التلفزيون نفسي. درست دورة تدريبية في التقديم التلفزيوني، أول شيء في الإعداد بعدين في التقديم. واحد من كبار المنتجين وأكبر البرامج العربية ينتجها. درست الدورة، خلصتها ويثني علي كصحفي تمام. قلت له أستاذ محمد أبغى أطلع في التلفزيون. قال لي بص يا علي، أنت صحفي كويس، إنما أطلع في التلفزيون دي كبيرة شوية، خليك في الصحافة أحسن لك. قلت له أقسم بالله حطلع في التلفزيون وأوريك. دخلت دورة في التقديم التلفزيوني، شافني المدرب طول الدورة، والله ما شاء الله عليك، والله انك تقدم زين، والله يا حليلك. خلاص الموضوع خلاص يعني معناها مقبول مقبول. قلت له طيب يا دكتور، طب ممكن انا اقدم برنامج تلفزيوني؟ قال يلا دي كبيرة شوي، ما تقدم برنامج صعب، ممكن تخليك معد، اذا كثرت تطلع مراسل نظارة شمسية ولا اشوف لك اي حل. قلت له قسما بالله حطلع وحتشوف. في 2009 اشتغلت في قناة دليل الفضائية طبعا في نهاية 2008، كنت مدير تحرير لها كإعداد خلف الكواليس. في 2010 قناة المجد الفضائية عملوا برنامج في مدينة جدة. تعال يا أستاذ علي، قالوا لي أستاذ كيف؟ تعال امسك لنا الإعداد. طيب تمام. قالوا إحنا نبغى نقترح فقرة تكون حدثية يومية. قلنا ممكن الأخبار الصحفية. طب تقدمها؟ أقدمها. واو. قدمت الأخبار الصحفية، استمريت، صارت المرة سنتين، ومش برنامج واحد، لا برنامج على نفس القناة. المدرب اللي قابلني واللي قال لي انسى، قابلته قال لي أمي من أكثر المعجبين فيك وأنا معاها ونشوفك كلنا وكل فخر فيك. سلمان العودة ومحمد عبده كيف يجتمعوا ما تعرف، مشي حالك. ظليت على هذا المنوال، بشتغل أكثر وأكثر. الحمد لله رب العالمين، الله رزقني زوجة أحبها كثير تحبني أكثر، وأنا أحبها كمان أيضا، والحمد لله رب العالمين أنا مرتاح كثير. كنت في 2011 أدير حملة إعلامية لواحدة من كبار شركات السيارات، الحمد لله رب العالمين. اللي بقوله حاجة واحدة، ليش أنا بقول كذا مع أنه الوقت حيدركنا، لكن بقول شغلة. عدنان اللي ربط لي الكرافتة، شكرا لك. هل سمعت في يوم من الأيام أنه أحد جاه فاتورة على صندوق البريد ولا على الإيميل مقابل الأحلام؟ أحلام بلاش. مشكلتنا كيمنيين أنه ما بنحلم. الحلم عندنا قليل ونادر، كل واحد بيقول لك خليك على قدك، وهذه مشكلة. هذا ما هو كلامي. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله إن شرا فعليه. إذا الله سبحانه وتعالى خلقني وخلقك وخلق كل الدنيا يقول لك كذا، أنت ليه ما تحلم يا أخي؟ شيء واحد مهم، يقولوا إنه المعاناة هي أساس كل شيء، كل الشعب اليمني يعاني، بالتالي ما في عذر نحن ما نبدع، نحن ما ننجز، نحن ما نحلم. تذكروا من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. أشكركم، شكرا جزيلا لكم.